طبعا البداية مع البيض والفانيلا. كيكة اسفنجية يعني قرص عقيلي بس بدون سمسم، ما راح احط سمسم، بس الكيكة هذه الفانيلا اللي استخدمها بنات. هذه 5 بيضات، احط عليها شوية فانيلا ونضربهم بالخلاط اللي تشوفونه قدامكم. راح نضربها لحد ما يصير تكثف البيض ويصير شو اسمه الماعون عاكس، ما راح اركبه. لما يتكثف البيض ويصير مثل الرغوة نحط عليه السكر. اعطيني قفشة، فيه هني قشر طايح، قشر بيضة، راح نشيله بعدين نشرخهم عدل مع الفانيلا. نشيل بس هذا اللي طايح. المهم نشيل هذا ونشرخ بيضتنا ونوريكم اياها. هذا شكل البيض بنات، بس بيض وفانيلا. هذا بنات شايفين شكله شلون صار تكثف. الحين نحط عليه السكر، كوب سكر، كوب سكر شايفينه، يعني الاكواب المعياريه او كوب عندك، اي كوب عندك، المهم ان كوب السكر ينزل مع شو اسمه خليط البيض مع الفانيلا، وتحركينه بعد 5 دقائق. بعدين نصب عليه كوب زيت وكوب حليب، واخر شيء نحط 2.5 كوب طحين منخول مع ملعقة كبيرة شو اسمه هذاك البيكنج باودر. الحين نضرب مع السكر ونخليه كذي 5 دقائق بعد يضرب عشان تصير تنفش الكيكة حلوة تصير. خلصنا السكر بنات، الحين نحط الزيت. صار دور الزيت، صب الزيت كله، كوب زيت نفس المقياس او المقدار الكوب اللي قسنا فيه السكر. هو الحين صار وقت اضافة الحليب. انا عندي الحليب هذا علبة واحدة اللي هي 250 ملي، ونستمر في الخلط. نستمر في الخلط بنات. هني عندي الطحين والبيكنج باودر، قفشة طعام أو ملعقة طعام بيكنج باودر شايفينها مع الطحين، ونخلهم في معون ثاني علشان أضيفهم بعدين على خليط الكيك. نحط معاها بس شوية ملح، ذرة ملح يا بنات على راس القفشة إذا تبون، وإذا ما تبون مو ضروري الملح ترى. كذي على راس القفشة شايفينه شوية نتفة ملح مع بيكنج باودر، وننخلهم علشان نحطهم على الكيكة. لما نضيف الكيكة راح يصير الخلط يدوي مو بالخلاط، فنخلط عدل المكونات بالخلاط عشان تساعدنا نحن نخلط الكيك وندمجه بدون ما يتكون له جلوتين، وتصير كيكتنا اسفنجية ان شاء الله. سلامتكم. الحين ننخل هذا علشان نحضره، ولا تنسون تشغلون الفرن او تشبون الفرن على درجة حرارة 180، ولما تدخلين الكيكة تقصرين على 160 وتخلينها 40 إلى 45 دقيقة حسب حرارة في الفرن. بنات هذا خليط الكيك، شايفين الخليط اللي يعني سويناه. بنحط معاه الطحين. هذا الطحين نضيفه شوي نخلط بإيدنا يدويا مع السباتولا، شوي نخلط الطحين بطريقة دائرية كذي من صوب واحد عشان ندخلين الهواء. يعني تقسمين الطحين تقريبا إلى 3 دفعات كذي، كل ما ذابت دفعة تحطين غيرها، وهكذا إلى أن تخلصين كل الخليط. من جهة واحدة كذي. هذا الدفعة الأولى انتهينا منها. شوف الهواء شلون دش، شوف الفقاعات، هذه فقاعات هواء. الحين نحط دفعة ثانية، تقريبا يقسم إلى 3 دفعات دائما الكيك كذي. نزلينه بهالطريقة
طبعا مزهبل قالب الكيك اللي هو تحطين له زيت، تدهنينه بالزيت، بعدين ترشينه طحين عشان ما تلزق الكيكة. هذه الكيكة أنا سويتها كذا مرة وياكم، بس قلت عشان بسويها الحين فقلت أسويها معاكم. ما أدري ليش طلع علي كيكة الحين. هذه آخر دفعة شو اسمه الحين كان 2.5 كوب سيفنات. الحين بكتب لكم مقادير الكيكة، بس أخلص خلط راح أكتب لكم مقادير الخليط كله. هذا الخليط، وهني عندكم صينية الخبز، وهناك الصينية اللي بنحطها تحت صينية الفرن. صينية الفرن اللي بنخبز فيها موجود فيها الطحين مع الزيت، سويناها بالطحين مع الزيت. بعدين شو اسمه شيلي لي هذا. اجيب مثلا الحين انا بحطها في الفرن على طول، احط معاها صينيه ثانيه فاضيه واحط فوقها عشان ما تحترق بنات اذا قعدت بالفرن. في واجد يشتكون من ان كيكتهم تحترق من تحت وما تطلع، فاسوي هالطريقه، احط صينيه ثانيه بس بدون اي شيء، صينيه فاضيه عشان تصير مثل وقايه حق الكيكه. الحين انزل الكيكه كلها. إذا بتحطون أي نكهة هيل، نكهة زعفران، حطوا عادي ما يمنع ترى، بس أنا ما حطيت ولا شيء، ولا سمسم ولا هيل ولا زعفران، كيكة اسفنجية عادية بدون أي شيء. نزل كل الكيك بالسباتشولا، كل الخليط نزليه. ينزل هذا ليش نزلت كميتك خلاص. هذا طقينها شوي بس كذي تدخل الفرن 40-45 دقيقة حسب، راح تلقينها انتفخت واستوت وريحتها ما شاء الله. من الحين ريحتها حلوة، ريحة الفانيلا. الحين بدخلها الفرن اوريكم اياها بعد. هذه الكيكة بنات طلعناها من الفرن توها الحين حارة، فبشيلها من الصينية الكبيرة واحطها بروحها كذي عشان تبرد، ونخلي هذه نستبعدها. الحين نسوي لها اختبار العود. انا مسوي في الفرن بس اوريكم شلون تسوونها كذي من النص من الجوانب. وطلع عندك العود نظيف خلاص، من النص والجوانب كلها يطلع نظيف خلاص. خلصت كيكتك. الحين خليها شوية بس تبرد تفتر، بعدين اطلعها ان شاء الله، اقلبها واوريكم اياها. ترى انا شبيت عليها من فوق لان انا احبها كذي يابسة، فشبيت عليها من فوق 5 دقايق بس، قبل 45 دقيقة من تحت و5 دقايق من فوق، صارت لي كذي كيكة. ناشفة كذي مستوية كيكتنا وخالصة تقريبا. بردت بنات الكيكة. هذا الجزء المبوز انا بشيله بعدين بقلبها. هذا هنا عندي الصحن اللي بقلب فيه، بس بشيل الجزء هذا اللي صاير هرمي، وطبعا ينوكل عادي، فبشيله بس عشان تصير شو اسمه، اما اقلبها تصير مسطحة ما تصير كذي مرتفعة بشكل غلط. فبقص هذا الجزئية اللي فوق بعدين بقلب واوريكم اياها.
شوفوا الحين بنطلع لكم كيكتنا الجميلة. هذا شكلها الكيكة، قلبناها. وهذه شايفين هذا بس الطحين اللي كنا حاطينه مع شو اسمه مع الزيت. وهذه كيكتنا شايفينها ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الجزئية اللي شلتها من الكيك لذيذ بعد كليته. كيكة اسفنجية رائعة. جربوها، جربوا المقادير اللي حطيتها لكم. إذا تبوا تحطون أي نكهة ثانية تقدرون تستغنون عن الحليب، تحطوا مثلا برتقال أو تحطون يعني أي نكهة تحبونها. انطرها تغلب تماما عشان أقصصها وأوريكم إياها من داخل إن شاء الله. كيكة اسفنجية كذي بقصها معاكم بنات. شايفين نقصها عشان تشوفونها من داخل شلون منتفشة واسفنجية ولذيذة. طبعا هي للحين دافية بس أنا بس بوريكم إياها. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن كيكتنا منتفشة وحلوة. هذه طبعا تنوكل مع القهوة مع الشاي، ما يحتاج يعني حليب كرك. هذه الكيكة تصلح حق كل المشروبات الساخنة طبعا، قهوة شاي حليب كرك. أعطيني صحن خليني أحط الكيكة. give me plate. ناخذها كذي. السلام روعة. بس شوفوا دخنتها قايمة للحين حارة. هي الأفضل إنك تقصينها وهي باردة، بس أنا قصيتها استعجلت عشان أوريكم إياها من داخل. أنا أوريكم شكلها من داخل. شايفين هذه كيكتنا ولذيذة لذاذة غير طبيعية. شفتوا اللي شلته منها قبل شوي كليته. والحين هذا بروح أصب لي جلاس شاي. لذيذة مع الشاي هذه بنات. عجيبة. أنا الجزء هذا من الكيكة يقتلني، أموت عليه. شايفينه يجنن. لذيذ. هذا القطعة حقي فعلى كيفي أكلها. أحب اليابس هذا أكثر من شو اسمه الاسفنجي اللي داخل. بس والله بنات هذه كيكتنا اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في الأكل. شوفوا